إخبار صادمة: جزائري من فرنسا يشعل الخطوط الجوية الجزائرية. عندما تكون في مطار الجزائر، من الشائع سماع رسائل صوتية مخصصة للمسافرين. قد تتعلق هذه الإعلانات بمعلومات تتعلق برحلات الجوية أو قواعد السلامة أو حتى إجراءات الصعود إلى الطائرة. لكن بالنسبة للجزائري من فرنسا، آثار إعلان الصاحب من شركة الطيران الوطنيات الجزائريات ضحك ساخرا أنه أكثر ليونة ويأذي أذنية، أنه ليس في الجزائر العاصمة، أنه مجرد أعلان من الخطوط الجوية الجزائرية، كما قال بشكل ساخر، بينما تم وضعه على مستوى صالة المغادرة بمطار باريس. وكان يشير بشكل خاص إلى حقيقة أن الرسائل يتم بثها بكميات كبيرة باللغة العربية، بالنظر إلى الأتقان الكاملة للغة إلام. ويضيف أنها الموظفات في الشركة الوطنيات التي أصدرت الإعلان علمت دون أن تفهم. على الرغم من أن هذه قد تبدو مزحة بريئة، إلا أنها تثير أسئلة مهمة حول المهارات اللغوية للشركات الجزائريات وكيف ينظر إليها العملاء الأجانب. في الواقع، فإن المفارقة في هذا الموقف هي أن شركة الطيران الوطنية، التي يجب أن تكون نموذجا لأتقان اللغة، هي نفسها ضحية للنقد. لكن الخطوط الجوية الجزائريات تعرضت بالفعل لانتقادات من قبل ركابها بسبب جودة خدماتها. ومع ذلك، هذه المرة، فإن جودة اتصالاته هي موضع تساؤل. يتوقع المسافرون أن ترقى شركة الطيران الوطنيات الجزائريات إلى المعايير الدولية في الخدمة والاتصالات، أنهم يريدون أن تقدم لهم شركة النقل الجزائريات تجربة سفر ممتعة وتواصل واضح وفعال. قد يبدو استخدام الخطوط الجوية الجزائريات للغة الإنجليزيات بمثابة حل سريع للتواصل مع ركاب الأجانب، ولكن لا ينبغي استخدامها كذريعة لإهمال جودة الاتصال بشكل عام. الجزائر بلاد متعدد اللغات، ومن المهم للشركات الجزائريات أن تكون قادرة على التواصل بوضوح مع جميع عملائها، سواء كانوا جزائريين أو أجانب. لذلك من الضروري أن تستثمر الخطوط الجوية الجزائريات في التدريب اللغوي لموظفيها، وخاصة أولئك الذين هم على اتصال مباشر بركاب، مثل وكلاء تسجيل الوصول والمضيفات وموظفي خدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركة الطيران تطوير معايير اتصال واضحة وفعالة باستخدام اللغة الأم للمسافرين، سواء العربيات أو الفرنسيات أو الإنجليزية.